اهتز المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري على وقع حادث مأساوي ذهب ضحية له 4 مرضى كانوا في حالة صحية حرجة، فيما تم نقل مريض خامس في حالة خطيرة إلى قسم آخر يعتقد أنه توفي بعد ذلك. ووفق ما أكدته تقارير إعلامية، فإن المرضى ال4 لقوا حتفهم بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أنهم توفوا على الفور. وأوضحت ذات المصادر أن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أدى إلى انقطاع للأكسجين عن قسم العناية المركزة الطبي بأكمله، وذلك في 10:40 صباحا إلى 11:30 صباحا، ما تسبب في اختناق المرضى داخل غرفة الإنعاش ووفاتهم على الفور. ووفق المصادر نفسها، فقد كان جميع المرضى يخضعون للأكسجين، في حين كان المرضى ال4 يخضعون للتهوية الميكانيكية الغازية و1 على التهوية الميكانيكية غير الجراحية. وأثار الحادث المأساوي موجة غضب عارمة وسط اتهامات بالإهمال ومطالب بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة الإنسانية.